السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده كده ان شاء الله باذن الله جايه لكم فيديو بسيط جدا، ان شاء الله هيعجبكم وهيوفر معاكم كتير جدا. انا الحقيقه من انصار اعاده التدوير في اي حاجه. انا من مشجعي ان مفيش اي حاجه تتلقح تماما، سواء الجو غلا او مش الجو غلا، لان هي الحقيقه ضد تماما فكره التبذير. يعني احنا لما حتى بنلجأ لإعادة التدوير في أي حاجة، أو اللي احنا نعمل من أي بواقي عندنا حاجة حلوة جدا، مش عشان بس الحاجات غالية، لا، لأن فكرة التبذير دي الحقيقة فكرة سيئة جدا لأي حد بيعملها، سواء الحاجات غالية أو مش غالية. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله كده هنعمل من بواقي الكيكة، سواء بقى عندك بواقي كيكة نشفت عندك، أو حابة مثلا كنت عاملة صينيتين وبقى عندك كده نص صينية وحابة تجددي فيها بشكل تاني وبطعم تاني. وكمان الوصفة دي هتبقى حلوة جدا لأي حد عمل كيكة وفشلت منه. عملت كيكة وفشلت منك ومكسوفة تقدميها ومش عارفة تقدميها ازاي، الوصفة دي هتداريلك كل عيوب الكيكة وتطلعها لك حاجة حلوة جدا. النهاردة هنعمل ببواقي الكيكه حاجه حلوه جدا. كل المقادير اللي عندنا، عندي بواقي كيكه، الحقيقه هي الحمد لله الكيكه ما باظتش مني ولا حاجه، لا دي كانت طالعه ممتازه وحلوه جدا. بس انا كان متبقى عندي ربع صينيه كده، فقلت اقدمها للاولاد بشكل جديد وبشكل يحبوه اكتر كمان، ويبقى برضو من باب التغيير. عندي هنا بواقي كيكه الكميه اللي عندك. ينفع كمان على فكره بواقي البسكوت، لو عندك بسكوت ممكن تفرميه وتعمليه برضو بنفس التكنيك اللي احنا هنعمل بيه ده. وعندي هنا موزه. يبقى كده عندي كيك وعندي موزة وعندي مربى. دي كده مربى. طبعا مش هناخد الكمية دي، هناخد على حسب اللي احنا هنحتاجه. ندخل بقى على التحضير ونشوف هنعملها ازاي. انا ما عملتش اي حاجه، كل اللي انا عملته ان انا جبت طبق نظيف او بوله نظيفه وبدات افضي فيها شرايح الكيك اللي عندك على شرايح الموز اللي عندنا. هي كانت موزه واحده بس. الوصفه دي كمان هيبقى حلو فيها جدا الموز الطري، لو عندك موز طري ما ترموهوش، لا استغليه في الوصفات اللي زي كده. طب ينفع حاجه غير الكيك؟ ينفع بسكوت ونطحنه في المطحنه، هيبقى حلو جدا برده في الوصفه دي. ينفع كمان بواقي العيش التوست برده هيبقى ممتاز جدا. وينفع كمان لو عندك بواقي عيش فينو. كذا فكرة هي، تاخدي منها اللي موجودة عندك وخدي منها اللي يريحك ونفذيها. هنا بقى عندي معلقتين 3 من المربى. انا مش هقولك الكمية قد ايه لان على حسب الكيك اللي انت هتعمليه. طبعا في الموضوع ده خلي عينك ميزانك. يعني انا عاوزة العجينة يبقى ملمسها اللي هي تتكور معايا كورة متماسكة من غير ما تفتفت مننا او تسقط مننا. فانتي هتحطي المادة اللي احنا هنحطها على الكيكة اللي هي المربى لحد ما الكيك يبقى ماسك معاكي ويكور معاكي كويس جدا. طيب ينفع نحط حاجة غير المربى؟ ينفع نحط كذا حاجة كتيرة جدا غير المربى. هقولك دلوقتي كذا اوبشن، خدي منه اللي يريحك وخدي منه المتوفر عندك والموجود عندك. ممكن نحط مربى، ممكن نحط كريم شانتيه، ممكن نحط صوص الشوكولاتة، ممكن نحط صوص كراميل، ممكن نحط حليب مكثف محلى، ممكن نحط قشطة. قلتلك كذا حاجة، شوفي المتوفر عندك ايه وحطيه، ما توقفيش نفسك على حاجة معينة، اللي موجود اشتغلي بيه. هبدأ دلوقتي كده، هبدأ احط المربى زي ما انتم شايفين كده. في المرحلة دي بقى احنا هنبدأ نعجن، لا اما بايدك، لا اما لو عندك كبة مفرمة. انا الحقيقة هعمل باللي متاح عند كل البيوت المصرية، وهي هعمله بايدي. يعني هعجنها بايدي. انا عندي كبه بس مش هعملها في الكبه، هعملها بايدي عشان لو محدش عنده كبه ما يقفش ويعمل الوصفه ويكملها. انا هبدا اعجنها وهوريها لكم ان شاء الله. عجنتها بايدي، ما خدتش معايا حوالي دقيقه او دقيقتين. اتعجنت بسهوله جدا جدا لان المربى سهلت الموضوع شويه، وكمان كده كده اصلا الكيك بيبقى فيه لبن، فهو اوريدي بيبقى طري فبيسهل معانا الموضوع شويه في العجن. القوام اللي انا عاوزاه هو القوام ده. بصوا ان انا اكور كده يعني تمام، تتعامل معايا كوره. حابه تريحيها شويه في التلاجة قبل ما تشكليها حوالي 10 دقايق مفيش اي مشكله، لكن هي الحقيقه هي كده معايا مظبوطه وزي الفل. ممكن نستبدل الموز باي فاكهه تانية. مش هيديني احلى حاجه لان هنستبدلها مثلا ببرتقال، لا مش هينفع. لو عندك مكعبات مانجا ممكن تمشي، فراوله ممكن تمشي، بس اي حاجه تانية ما افتكرش ان هي ممكن تنفع قوي. وهو كده كده يعني الموز سعر متاح، وهو دلوقتي كمان الموسم بتاعه، فهو صباع موز يعني.
طب ممكن نحط هنا اي اضافات؟ ممكن نحط دلوقتي كده فول مجروش، ممكن نحط جوز هند، ممكن نحط شوكولات شيبس، ممكن نحط الشوكولاته الكريسبي اللي هي بتبقى صغيره دي برضو بتبقى حلوه جدا. المتاح عندك اعمليه. يعني احنا دايما بناخد الوصفه وبنبدا احنا بقى نحط فيها اللمسه بتاعتنا، بنحط فيها الذوق الشخصي لينا، فكل حد على حسب اللي يريحه والمتاح عنده. انا دلوقتي كده هبدا اكورهم كلهم وهوريه لكم في النهايه ان شاء الله. ودلوقتي بقى كده خلاص وصلنا للشكل النهائي اللي انتوا شايفينه ده. انا كورتها كور زي ما انتوا ما شايفين كده، وبدات كده احط عليها وحدات لوز. طبعا لو ما عندكيش ما فيش اي مشكله، هو الموضوع كله كان يعني كنت جايبه ب10 جنيه لوز، فقلت بما ان احنا كده كده يعني هنفرح الاطفال فنفرحهم بزياده. بس طبعا لو انت ما عندكيش لا ما تحطيش خالص ومش هيأثر على فكره. ممكن تحطي كريز، ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي زبيب، جوز هند، ما عندكيش ما تحطيش خالص، ما فيش اي مشكله، هي كده كده زي الفل. بتبقى حلوه جدا في الاعياد، وبتبقى حلوه جدا في المناسبات واعياد الميلاد، والاولاد بيفرحوا بيها جدا. خصوصا كمان لو انت حطيتها لهم كده في الخله بتاع الاسنان وسبتيها تبرد في التلاجة شويه ونزلتيها كده في صوص الشوكولاته بني او صوص الشوكولاته ابيض او صوص كراميل برضو بتبقى تحفه جدا. والاطفال فعلا حقيقي بيحبوها قوي، شكلها خطير جدا. انا عن نفسي يعني مسمياها السهل الممتنع. هي بتبقى حاجة بسيطة جدا بس اي حد ممكن يشوفها يعني يفتكر بقى ان انت صارفة ومكلفة وتعبانة، وهو الموضوع ما فيش اي حاجة، 10 دقايق كده في السريع طلعتي طبق محترم وحاجة حلوة جدا. سموها بقى كيك بوبس، سموها كرات الكيك، سموها زي ما انتم عاوزين، المهم ان هي حاجه طعمها حلو جدا وشكلها حلو جدا ويشرفك فعلا لو عندك اي مناسبه. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبكم شجعوني بلايك للفيديو. اللي لسه اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.